دائما هنا من أسفي من كازات، وتنستضيف دكتور خالد وهو المدير الإقليمي لمستشفى محمد الخامس، ويعطينا توضيحات حول المستجدات الأخيرة اللي عرفتها مدينة أسفي. دكتور خالد، صباح الخير وشكرا على حسن الضيافة ديالكم. شكرا، مرحبا بكم وتنشكركم جزيل الشكر على هاد الالتفاتة ديالكم. تكلمي لنا دكتور حول الحصيلة، شنو اللي كان، شنو اللي وقع، شنو هما المتوقع ان شاء الله من بعد؟ والحمد لله على كل شيء. بعد يوم الأحد تقريبا مع ديك الساعة 5 ولا 6 كانت هطول أمطار جد قوية على مدينة أسفي، اللي تسببت بفيضانات في المدينة القديمة. على إثر هاد الفيضانات ديكلونشا البلان داكسيون ديورجونس ديال المستشفى الخامس بعد توافد مجموعة من المصابين، اللي توتال ديالهم من البداية ديال الفيضانات وصلنا ل 61. هاد 61 كاين اللي تلقى العلاج ديالو خرج، وواحد 16 تم الاحتفاظ بهم في قسم الطب الرجال والنساء، واثنان كانت ضرورة أنهم يدخلوا القسم ديال الإنعاش. بعد هذا الديكلونشمون ديال البلان ديورجونس ديالنا تم التحاق مجموعة من الأطباء ديال المستعجلات، منهم واحد 5 الأطباء، وتم استدعاء طبيبين ديال الإنعاش، وطبيب ديال جراحة العظام، وطبيب ديال جراحة الأعصاب، وطبيب ديال الأشعة ديال الراديولوجي. والحمد لله. وبطبيعة الحال مجموعة من الأطقم التمريضية والإدارية. الحمد لله تمكنا أننا ندوزو هاد المرحلة اللي كانت صعيبة. تم تشخيص جميع المصابين اللي كانوا اللي جاو، وتقديم العلاجات لهم. والحمد لله تمكنا أن في اليوم الموالي خرجت تقريبا الجميع اللي كانوا في الطب الرجال والنساء خداو الورقة الخروج ديالهم. واليوم ثلاثاء صباحا هذوك اللي بجوج اللي كانوا في الإنعاش الحمد لله خرجوا بعد استشفاء ديالهم، والحمد لله. في هذا الصدد هذاك المخطط الاستعجالي ديال مستشفى محمد الخامس فيه جوج ديال الامور اللي مهمه فيه. الامر الاول وهو كما الامر ديال الموارد البشريه. تم استدعاء المجموعه ديال الاطباء الاختصاصيين واطباء ديال المستعجلات والاطقم التمريضيه والاداريه. وهناك شق اللي هو اللوجستيكي اللي فيه توفير الادويه وتوفير المستلزمات الطبيه، وكذلك الاغطيه وتجهيز بعض الاقسام اللي احتفظنا بهم هاد الناس هادو. وبطبيعه الحال هاد الشيء مواكب جوج الحويجات فيهم لا ريستوراسيون بيان سور، وفرنا لهم بيان سور لا ريستوراسيون ديالهم، وكذلك دارت واحد الخليه ديال الاستقبال اللي فيها اللي استقبلت الاهالي ديال هاد العائلات وطمأنتهم، وبطبيعه الحال فتحنا الزيارات بالمساء. والحمد لله تم التغلب على هذا الوضع هذا. وكما انني اشير على ان الاستعداد ديالنا مازال مستمر، بحكم ان كانت واحد النشره انذاريه ديال هاد اليومين ديال 3 ولا 4. تقريبا خصصنا اكثر من 50 سرير اللي مجهز بالاغطيه ديالو باللوازم المسائل ديالو استعدادا لاي اي طارئ اللي يمكن يوقع. وتنتمنى من الله ما تكون حتى شي حاجه، ولكن حنا على اوبه استعداد لا من ناحيه الاطقم الطبيه ولا التمريضيه، وكذلك من ناحيه اللوجستيك. والحمد لله على كل شيء. ومن هذا المنبر تنقدم واحد التعازي من الاهالي ديال هاد الناس اللي وفاتهم المنيه بهذه الفاجعه،
وتنطمئن السكينه على جوج حوايج: ان مستشفى محمد الخامس مستعد للاستقبال. نتمنوا من الله ما تكون والو، ولكن مستعدين ان شاء الله لرفع التحدي في هذه المساله هذه. شكرا دكتور، ونتمنى ان شاء الله ربي يحفظ البلاد ديالنا بقياده صاحب الجلاله الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه. اذا كان معكم في هذا النقل امين بن كيران، كازات، مستشفى محمد الخامس، اسفي. الى اللقاء.